لو عندي بقى كوليسترول، لو عندي كوليسترول وعندي ضغط دم والتهابات، دي على طول على القلب، تعمل لي بقى تصلب شرايين، تعمل لي صمامات تضعف، وهكذا. تراكم الدهون ده في الكبد، ده طبعا هيجيب لي كبد دهني وتشمع وتليف والحاجات اللي احنا قلناها. اضطرابات الهرمونات والتبويض، ده هيحصل خصوبة للست و و و و وقلة قدرة للرجل، خلينا نقولها الاتنين كده. فالخصوبة عشان مفيش تبويض، عندها تكيس مبايض يعني، اضطرابات هرمونات عندها تعمل لها تكيس مبايض، تعمل لها اضطراب في الدورة، تعمل لها قلة خصوبة أو عدم إنجاب، أو حتى الحمل مش هيبقى موجود. السمنة ترتبط بالأنسولين، احنا قلنا اهي الاتنين حاجة واحدة على فكرة. تكيس المبايض هيديني اللي فوق، بس التاني ارتباط اضطراب هرمونات خصوبة، لأن الهرمونات الأنثوية اللي هتعمل عمليات التبويض، لكن السمنة تعمل لي تكيس مبايض، لأن البويضات مش هتكتمل، فيبقى عندي تكيس مبايض. حد عايز يسأل في الحاجات دي يا جماعة اسألوا، مفيش أي مشكلة. الضغط بقى، الضغط الوزن، يعني لما ضغط ميكانيكي يعني الوزن الزيادة مع الالتهابات هتعمل لي التهاب في المفاصل وتعمل لي ضغط على الفقرات. دي عشان كده كانت بتقول كيف تبدأ العلاقة مع السمنة والمرض اللي هتنتج عنه. احنا دخلنا كده في اليونيميت اللي كان كابتن مصطفى بيتكلم عنه، لأن اليونيميت هيقينا من موضوع السمنة ككل. بتهيألي يعني اعتقد ان انا قدرت اغطي موضوع السن، اعتقد. اي حد عنده سؤال يقول لي. فوائد اليونيميت، انا لما اشتغل على الدهون العنيده او الدهون الحشويه اللي جوه، ما بيشتغلش على بره بس، اليونيميت بيشتغل على الدهون الحشويه اللي جوه، بيسحب من عندي، بيقول لي للكبد لو سمحت. على فكره من وظائف الكبد انه بيديني الدهون اللي عنده بيحولها لي سكر، يديني سكر. فتخيلوا ممكن ده ممكن يعمل لي خلل ويفضل يديني سكر لحد ما يعمل لي هو مقاومه انسولين. فانا باخد اليونيميت عشان ينظم لي الموضوع ده، مش بس يسحب من الكبد، لا ويحرق لي السكر. ليه؟ لان انا مش هفطر، فانا طالما ما فطرتش قللت مستوى الانسولين، ممكن بعد فتره يبقى واخد معدله العادي، معدل الطبيعي بتاعه، لان انا كل يوم بشد منه جزء، فانا بخلي الجسم يحس بالانسولين مع الصيام المتقطع، انا عارفه ماشي كده. فدوت ده النظام بتاعنا مع اليونيميت. فانا مش هفطر وهاخد اليوميت. اليونيميت مش بس بيحرق، انا بس مش عايزه برضه اطول قوي لان احنا اتكلمنا عليه، بس بحب بس ادي نبذه بسيطه. كده هيديني تيقظ، طاقه، قدره على التحمل، العمليات بقى اللي موجوده الميكانيكيه والتفاعلات اللي في جسمي بتبتدي تشتغل، انسولين، حرق، مضادات اكسده، الالتهابات اللي كنا بنتكلم عنها، دي شغلته جوه جسمي. مش ان هو بيتحرك في الهرمونات، بينشط لي الجسم، فالجسم هو لما بينشط بيبتدي يشتغل. كتير في الابحاث دلوقتي بيقولوا ان جسمك هو ممكن يشفي نفسه بنفسه. امتى؟ لما انا ابتدي انظم له واديله الفرصه لده. فاحنا بنعمل صيام متقطع مع البرنامج عشان ندي الفرصه لجسمنا ان هو يبتدي يشتغل، هو اللي يشتغل وهو اللي ينشط. الشعور بالراحه والاسترخاء عشان هرمون السيروتونين والدوبامين، وهرمون السيروتونين موجود في المعده بنسبه 95%. رفعت الهرمون لفوق، قل الاكتئاب، هيقل معاه هرمون الكورتيزول. على فكره هرمون الكورتيزول المفروض من الصبح بالليل يرتفع ويرجع ينخفض. في ناس بيفضل بقى عالي معاهم زي ما احنا اتفقنا، لو بيعلى معاهم بقت عندي مشكله في كل. لا كل ده انا كنت ساكته، كل ده صح كده يا كوتش؟ انا ماشيه لا صح؟ لا لا لا، انت زي الفل. ما طيب كنتش ساكتة ماشي. ولا حاجة، الصوت كان شغال. طيب يبقى انا عندي الكوليسترول اللي هي الدهون اللي موجوده في الاوعيه الدمويه. الدهون دي مع الوقت بتتسحب، عشان كده احنا بنقول لهم خدوا الكورس 3 شهور. احنا عايزين جسمك ينضف ويطهر
ويتظبط ويشتغل من اول وجديد. عشان كده هدف الشركه ايه؟ ان انا اعود للصحه المثاليه ل 10 15 سنه ورا. هي دي الفكره بالحاجات اللي احنا بنقولها دي. الميزان عندي طبيعي، انا لما هسحب كمية الدهون بنزل وبطلع. ممكن يا جماعة للناس اللي بتلعب رياضة الدهون تتحول لعضلات وابقى بصحة وزي الفل. هيعزز لي الشعور بالشبع، بيعزز الشعور بالشبع لانه بيديني طاقتي، ويدعم لي التمثيل الغذائي مع البايوز لايف وانا باخده، ويعزز لي الكيتونات، ويدعم لي عملية الصحة في الهضم لما باجي اكل. عشان كده بنقول الاتنين يشتغلوا مع بعض، الا لو انا عايز اليونيميت لحاجه تانية. يعني الناس اللي دايما عندهم خمول وتعب وإرهاق طول اليوم، ده مش لأنه تعبان من الشغل أو تعبانة من غسيل المواعين، ده بيبقى سبب له آثار اه كتيرة له اثار طبعا، له اثار. من مقاومة عشان كده الأنسولين. بالظبط، بالظبط. عشان كده لما بتاخده بتفوق، بتاخد طاقتها، والسكر يقل. عارف ان هو اول ما ياكل ويجي له خموله فجاه كده، هو عنده مقاومه انسولين اوتوماتيك. ده من غير بقى لا اروح بان بادي ولا اعمل اي حاجه، حرفيا مجرد ان انا اكلت وبدات احس بالخمول والتعب وابتدي خلاص اسقط كده كده، ده انا حرفيا عندي كده مقاومه انسولين. عندي مقاومه انسولين. لكن الام بادي عشان اعرف انا جسمي فين، انا عندي كم دهون قد ايه. يعني هو هيجي يقول لك والله انت وزنك كذا، فانت عندك مثلا نسبه برسنتج كده، نسبه مئويه من الدهون. يعني انت بقى بتحسبها. لو انا وزني 100 كيلو يبقى انا عندي قد ايه دهون، يبقى انا عندي ايه املاح، عندي قد ايه سوائل كده. الميه اللي انا عايز بقى اغيرها كل يوم، ونشرب ميه كتير، لان الميه يا جماعه بتطهر وبتنزل لي الميه اللي بتبقى مخزونه فتره طويله عندي. ده بالنسبه لليونيميت البايز لايف. وانا مبسوطه ان احنا شرحناه المره اللي فاتت بتفصيل يعني. البايوز لايف مهمته في الالياف، وبيدعمني بالفيتامينات وبالمعادن. يعني انا ست عندي هشاشة عظام، عندك كالسيوم طبيعي قدامك، عندك كروم، عندك سيلينيوم، عندك زنك، عندك مضادات اكسدة. كل دي المعادن دي مهمة جدا ان انا اخدها، والقيمة الغذائية عندنا بتنقص قوي. فاحنا بنعلي نفسينا بالقيم الزيادة اللي موجودة عندنا. الالياف اللي عندنا ان انا يكون عندي 9 الياف احنا ذكرناهم قبل كده، دول بيعززوا الجهاز الهضمي، يطهروا الجهاز الهضمي، يبطنوا الجهاز الهضمي. فيبقاش عندي، انا مش عايزه اوصل لحاجات مرضيه، قولون تقرحي ولا قولون عصبي. عايزه اخلص من القولون العصبي، خاصه ان انا عندي نسبه كميه اعصاب موجوده في الجهاز الهضمي تعادل قد الخلايا العصبيه اللي موجوده عندي في الاطراف في المخ. بيساعدني ليه في كبح الشهية. ألياف مليانة، صحية طبيعية، مالية معدتي. مش مالية معدتي بصراحة، بتملى لي 40% من المعدة، يبقى أنا كأني بعمل دايت، بس دايت مريح، باكل اللي في نفسي. والألياف وظيفتها الغلط اللي انت اكلته أنا هشده، أنا هعمل له امتصاص كربوهيدرات، هعمل امتصاص للحلويات والسكريات بتاعتك، وأخرها خالص وانزلها بقدر. لما انزلها بقدر يعني انا ببطئ عمليه الهضم. لما بطئها يبقى انت بتاخد على قد الطاقه الحراريه. سوري انا كده دخلت الكيمياء، طاقه حراريه. انا بعتذر. الطاقة الحيوية. الطاقه هو الحراريه الفكرة الجميل في الموضوع ان مع البرنامج، احنا حرفيا لسه لما بدأنا واتكلمنا في بداية المحاضرة، اتكلمنا على عادات غذائية، عادات صحية، اشياء تستمر عليها بكل امانة. صحيح. ما عندناش هنا سوبرمان، ما فيش حد عندنا بيبدأ نظام صحي وبيمشي على شيء زي الألف من يوم ما اتولد لغاية يعني امتى. لكن الجميل في البرنامج ان احنا بنقول لك في حرية، مش معناه ان حرية مطلقة، لكن في حرية. يعني في انك انت في مساحة انك بكل امانة كده وبصراحة يعني نعك فيه، لكن بيلم وراك البرنامج فكرة بالظبط. الألياف وتوازن نسبة السكر في الدم والأشياء دي كلها. مش بسهولة يا جماعة، الحاجات دي معمول عليها براءات اختراع أكتر من
يعني 30 سنة. يعني احنا مش بنقول لكم اشياء علشان خاطر مثلا ان في برنامج تعالى اشتريه وخلصنا. ابدا. احنا لو ما لا كناش عشنا الموضوع بنفسنا ومجربين بنفسنا وشفنا الفرق، ما كناش اتكلمنا معاكم ابدا. فاللي حابين نقوله ان كان لاشخاص جدد لسه اول مرة يسمعونا، او لاشخاص موجودين معانا، الجميل هو فكرة ان بيرجع جسمك بالظبط زي اعادة ضبط مصنع. انه يحرق بشكل مظبوط، يعالج الامراض بشكل مظبوط، يحسن داخليا من الداخل. لان كل مشاكل من الداخل زي ما شفنا من شويه، مشاكل والام المفاصل، يروح ياخدوا مسكنات ومراهم وعلاج طبيعي وفي الاخر المشكله في إيه؟ انت عندك زياده في الوزن، روح خس، اخلص. ما يعني بلاش يعني نتعب بعض. فاهمين قصدي؟ الفكره كلها انك ازاي تقدر تتحكم في نفسك. ومش هتقدر لوحدك بشكل كامل، لا عندك الاراده الكافيه، ولا عندك المساعده حتى في البيئه اللي حواليك، في نوعيه الاكل والشرب، ولا في اكلك وانت في شغلك، ولا في تفاصيل الاكل اللي انت بتجيبيه في بيتك حتى عشان تطبخيه اللي حواليك. ما ده عندناش صحيح. كل الادوات دي، ولا عندنا ان احنا نروح نجيب الاكل الاورجانيك اللي بعيد عن الاشياء المرشوشه او الاشياء اللي عليها مبيدات، او ما عندناش الاوبشن ده في صلاحيات العيشه بالنمط الصحي الجيد 100%. مفيش ده. مفيش انك انت كل يوم لازم تتمشى 40 دقيقه وتجري ساعه وتلعب كارديو وتلعب، مش مفيش الاوبشن. حتى لو بتعمله مره اسبوع شهر، مش بتكمله على مدار حياتك. فاحنا اللي احنا بنتكلم فيه ان في وسيله من الوسائل تقدر تخليك في بعض الاحيان تزهق فتعك، لكن البرنامج يساعدك وهترجع تاني لا اراديا. خد بالك هترجع تاني. بكل امان احنا من اللي حسيناه مع البرنامج، بطلنا سكر، بطل الاشتياق والرغبه والنهم للسكر، بطل ادمان السكر بامانه. يعني بقى احنا بقينا احرار، قادرين ناكل ونشرب الاشياء اللي احنا نفسنا فيها وقت ما احنا عايزين. وبطل يكون الموضوع بالاكراه. يعني مثلا كنت شادي اتكلمت على فكره الشبع والجوع. في حاجه اسمها شبع وجوع عاطفي. انت تزعل تاكل، تعيط وتفرح تاكل. فانت هنلم الموضوع منين؟ يعني دي حاجات هرمونات في الجسم، يعني خارجه عن سيطرتك شويه. فجمال فكره البرنامج انه بشكل ما من شهر ل3 شهور يقدر يعمل لك اعاده ضبط مصنع، يخلي جسمك يشتغل زي الكتاب ما بيقول، يخلي جسمك كل العناصر الحيويه وكل الاجهزه الصحيه اللي تعبانه. شوفوا الكبد زي ما حكت بيحصل فيه ايه من كتر استحماله لكميه السكريات وكميه الدهون اللي بتكون عليه. نفس الموضوع باقي اعضاء الجسم كلها، ما هي عندها قدره معينه احنا بنحمل عليها زياده. عارف انت بالظبط زي اللي بيبقى راكب عربيه ودايس على البنزين على اخره، تمام، وما لا بيعمل صيانه ولا بيغير لها زيت ولا بيحط لها بنزين ولا، هتعطل، هتقف. شوف انت قد ايه بتروح تهتم بالصيانات وبالتوكيل وبالاشياء بتاعه الحاجه اللي انت راكبها. تخيل ده جسمك، اولى شيء في حياتك انك تحافظ عليه. ده فاللي احنا صحيح. بنتكلم عليه انت ما عندكش اختيار انك انت تحسن من صحتك او لا، او انك تهتم بعاداتك الغذائيه ولا لا. وانا اسف اذا كنت ما عندكش الاراده الكامله وكنت مهمل، انا اسف. يا اخي روح استثمر في جسمك وفي صحتك، استخدم البرنامج شهر 2 3، وبعد كده باذن الله هتتظبط الموضوع معاك فتره طويله طويله. بس على قد ما انت بعد كده هتكون ملتزم، ولا برضه هترجع تعمل نفس العادات. بس البرنامج يساعدك كتير جدا جدا جدا. وده عن تجربه وعن تجارب كتير ناس جربوا بالفعل البرنامج. في اسئله يمكن موجوده في الشات. وكان حد اتكلم على السكر اللي هو الوراثي، او السكر اللي هو الدرجه الاولى او كده. السكر الدرجه الاولى بتجارب فعليه. احنا عندنا تجارب بتحاليل فعليه ان الحمد لله في اشخاص عندهم تحسن فيه بشكل كبير، واحنا بنتكلم عن تجارب فعليه. وعندنا مركز للابحاث العلميه، تمام، اسمه يوني سيتي ساينس. يعني كل واحد معانا ان كان جديد او شخص داخل ضيف او الاشياء دي كلها، احب جدا الناس اللي بتبحث وبتتعب على نفسها في ان هي تدور. يعني انت دور مع نفسك على الكلام اللي احنا بنقوله كلام جايبينه منين. يعني هل احنا بنألف وبنقول كلام كده بس طالعين نتكلم معاك، ولا بالفعل اللي احنا بنتكلم عليه معاك ده
ده علم وابحاث علميه واشياء متعوب عليها جدا جدا جدا. فخلينا ندخل على جوجل، يعني على جوجل بكل بساطه مع بعض واحنا موجودين في الزوم. هنروح جايين داخلين كده، ادي جوجل، شايفين الشاشه؟ نكتب ايه؟ علوم يوني. موجود عندك يا كابتن تحت. اعتبريه مش موجود. انا داخل اول مره في حياتي اسمع عن حاجه اسمها اه. يونيسيتي وعن حاجه اسمها فيل جريد. انا اول مره في حياتي ادخل عليه. بكل بساطه ادخل على جوجل او ادخل على شات جي بي تي، ادخل على جيميني، ادخل على اي شيء من ادوات الذكاء الصناعي واكتب علوم يونيسيتي بالعربي اهو علشان الموضوع يكون بسيط. هتلاقي اول لينك يجي لك حاجه اسمها يونيسيتي ساينس، افتحه. اول ما تفتحه زي ما انت شايف طبعا اللغه ممكن تكون بالعربي، وشوف كل اللغات دي، كل اللغات دي تقدر تغير بيها حسب اللغه والبلد اللي انت فيها، بس هو موجود بالعربي. تمام. بيقول لك من اول من نحن، ايه الاقسام اللي شركه يونيسيتي بتشتغل عليها علشان تقدر تعمل افضل منتجات صحيه طبيعيه اورجانيك تقدر تحسن من حياتك. وبيكلموك عن كل شيء، اتقان العمليات واتقان المنتج، الابحاث العلميه اللي اتعملت على المنتج. بيكلمك على التغذيه القايمه على المبادئ، يعني فكره الصيام المتقطع واستمرارك انك توصل لاكبر قدر ممكن في اليوم من عدم الاكل، وانك انت تزود الانسولين في الجسم. ده شيء مدروس، ده شيء بينادي ليه العلم، بينادي ليه الطب، بينادي ليه دكاتره التغذيه، بينادي ليه كل شيء. فاحنا بنتكلم على اشياء علميه اساسيه بتفاصيل كامله. مين الاشخاص، وهل الاشياء دي كلها موجوده في مراجع طبيه ولا لا؟ مرجع البي دي ار. البي دي ار. مرجع البي دي ار مرجع طبي عالمي. تمام. المرجع اللي بيرجع له الاشخاص والدكاتره والمتخصصين في انه يطلعوا وصفاتهم منه. ما ينفعش اي منتج يكون موجود في هذا المرجع الا اذا اتعمل عليه دراسات اكتر من 9 سنوات. واحنا منتجنا بقاله اكتر من 30 سنه بايز لايف، واحنا بنتكلم عن شركه تاريخها من 1903. يعني بنتكلم على تاريخ عريق، على شخص رائع جدا. انا قابلته بشكل شخصي، صاحب شركه يونيسيتي اللي مسؤوله عن كل مراكز الابحاث العلميه وعن المنتجات وعن الاشياء اللي احنا بنتكلم عليها. فاحنا بنكلمكم عن علم، احنا بنكلمكم عن هو ويب سايت على جوجل. يعني لا في حاجه مستخبيه ولا في حاجه بعيده عنك ولا اي شيء. كتير من الاشياء اللي كنا بنسالها والاشياء اللي كانت بتتكلم عليها كوتش شاديه دلوقتي موجوده اوريدي قدامنا على الويب سايت. اسئله الاكثر شيوعا وليه، وايه كميه البروتين المفروض تكون في الجسم، والدهون ايه سببها، والتفاصيل. شوف كل ده لينكات والويب سايت الرسمي والاشياء كلها بتاعه الصفحه. تعالوا اوريكم شيء مهم جدا 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 للمتخصصين. يعني انا شايف معانا في المحاضره دكاتره ومتخصصين، فانا بشكركم جدا على وجودكم، وكل واحد فعلا بيدور على شيء يساعد بيه نفسه ويساعد بيه كل الدنيا حواليه. هنا في حاجه اسمها الدراسات السريريه، شايفينها معايا فوق جنب كلمه اللغه العربيه على طول في كلمه اسمها الدراسات السريريه. تمام. دي اللي بيبقى فيها الدراسات والابحاث العلميه الفعليه الكامله. يعني اي شخص مهما كان تخصصه حابب يعرف بالتفصيل اثر برنامج فيل جريت على صحه القلب والاوعيه الدمويه، تعالى هتيجي تحت هنا في الاخر انظر الى الدراسه الكامله، تدوس عليها. تمام. ادي ورقه بحثيه كامله بتتكلم عن كل شيء له علاقه بالاوعيه الدمويه وتاثيره وتحسينه من ناحيه برنامج فيل جريت بشكل تفصيلي. يعني انت يوم مهما كان مين. كوتش بنتائج. شاديه لسه واحنا بنتكلم معاه من شويه بتكلمك بيقول لك لما الدكتور يقول لك مش عارف ايه، ليه؟ ما احنا قاريين الكلام ده وشايفينه وعايشينه ومجربينه. فالحاجات دي كلها بنتكلم فيها من علم. كل ده تخيل ورقه بحثيه تقدر تعملها برنت، تطبعها، تسيفها عندك بي دي اف وتبعتها لاي دكتور او متخصص يحكي لك اي شيء عن البرنامج او يكون عايز اي تفاصيل معينه عن البرنامج. تعالوا بكل بساطه ندخل تاني على الدراسات السريريه. تاثير البايز لايف، تمام، والمكملات الغذائيه الغنيه بالالياف على مؤشرات ونسبه السكر في الدم والانسولين. كانت لثلاث انواع من النشويات
مشبعه. تمام. الاثر الاكلينيكي، الكلينيك. تمام، للمكملات الالياف ونسبه الجلوكوز. تحسين مستوى الدهون والجلوكوز باستخدام تركيبات العلاج. كل ده له دراسه، كل واحد فيهم تحسين تاثير تناول المركبات العلاجيه المكونه من الالياف والفيتامينات. تمام، كل ده. تمام. تحسين او تحقيق النسبه المثلى. فكره تحقيق النسبه المثلى هي كتير ناس لما تيجي تتكلم على التغذيه والصحه، انا اعرف اشخاص قريبين مني جدا جدا دخلوا المستشفى طوارئ بسبب سوء تغذيه، والدكاتره مش عارفين عندهم ايه، بسبب المشي على نظام ما انزل الله به من سلطان ولا له علاقه بالعلم. اي حد على الاونلاين يقول لك خد مش عارف رجيم البيض، رجيم الموز، رجيم الميه. فاهمين قصدي؟ يعني شوفوا كم واحد فيكم عمل رجيم مثلا رجيم اللبن. تمام. انا بكلمكم عن كلام حقيقي، انا مش بقول اي كلام، انا بقول لكم ناس اعرفهم، تمام، عملوا الرجيمات اللي بقول لكم عليها دي وراحوا مستشفيات طوارئ. ليه؟ لانهم ما فكروش، او ما يعني غصب عنهم برضه. انا مش هقدر الوم على حد فيهم، مش هقدر الوم، لان الواحد عاوز يتخلص من المشاكل اللي عنده، لكن المشكله يروح يفكر يتخلص بيها بشكل غلط، فغصب عنك. لكن احنا بنقول لك حاجه احنا عارفينها واحنا مجربينها متاكدين منها، ومن على جوجل ادخل بنفسك، افتح الابحاث العلميه، اقرا، اتعب على نفسك يا اخي، يا اخي اتعب على نفسك ساعه ساعتين. لانك انت ما تمسكليش الريلز لواحد بيتكلم في فيديو دقيقه وتروح تنفذ لي البرنامج الصحي اللي تحته انك خلاص ارتحت له. يا راجل، يا ست، مش كده يعني. احنا مرتاحين للناس، ماشي حلو، بس مش اي حد يطلع يقول اي كلام. يعني مش عايزين نفسر اكتر من كده تروحوا تجروا وراه. فاحنا بنتكلم علم. جوجل، وادخل اكتب، ادخل على جوجل وشات جي بي تي، ما هو برنامج فيل جريد، ما هي فوائده، ما هي الاثار الجانبيه بتاعته. تمام. ولا انت بس لما بتدخل وتشوف الابر واثارها الجانبيه تقول لا بس بتخلي واحد يخس في شهر؟ جرب بقى، شوف ايه اللي هيحصل لك باقي عمرك، باقي عمرك، مش باقي الشهر اللي بعده. شوف ايه اللي بيحصل مع الناس اللي بتروح تعمل عمليات السمنه، عارفين كميه المشاكل، وان هو لا قدر الله ممكن ما يطلعش من العمليه، لكن ولو انا المهم ايه؟ اهتم بشكلي ومظهري الخارجي، مش مشكله انا اعيش ازاي. لواحده انا شفتها بنفسي قالت لي انا ما عنديش مكان على الكومودينو اللي بنام عليه احط عليه ازازه الميه من كتر الادويه اللي باخدها بعد عمليه التكميم، صح. ونزلت في الوزن. لكن انا اسف، وصلت لايه؟ والله بقى شكل وشها مثل الموميا. انا اسف، انا شفت بنفسي. فاللي احنا بنتكلم عليه شيء ما هوش له رفاهيه في انك انت تسكت عنه. قصه انك انت تزيد في الوزن ويجي لك دهون حشويه ويجي لك امراض ويبقى عندك خمول وما تنامش بالليل والسيدات اللي ما بتعرفش تنجب، ساكت على نفسك ليه؟ يعني انت ساكت على نفسك لحد امتى؟ طب ما انت خلاص اهو دقت الالم، ما بتعرفش تلبس الشراب من زياده وزنك ولا من كرشك، ما بتعرفش، بتنهج على اول سلمتين. ليه؟ ليه لما في حلول؟ يا اخي خلاص، ما بقولكش تعالى العب نظام رياضي لمده سنتين وتبهدل واطلع وانزل، لا، تعالى اشتري صحتك، استثمر في صحتك في برنامج علمي صحي موثق مجرب. فزي ما انتم شايفين، كل دراسه من الدراسات اللي انا بكلمكم عليها تقدر تدخل تقول له انظر الى الدراسه كامله، وادي الدراسه كامله متغلب فيها، كنترول ايه، وتروح جاي واخدها وتحطها على جوجل تترجمها، او تبعتها لدكتور صاحبك يقول لك هي ايه اللي مكتوب فيه. تمام. وبره في كل التفاصيل اللي انت محتاجها برضو باللغه العربيه على قد ما انت محتاج. كل دراسه من دي دراسه معموله لمده 9 سنوات على اشخاص حقيقيين استخدموا برنامج فيل جريت، وبيقول لك ايه الاثر بعد استخدامهم من 60 ل 90 يوم. يعني احنا مش بنقول كلام وخلاص. ادي الاثر المكملات الغذائيه والالياف على الاوعيه
حدوث الأوعية القلبية لدى مريض السكر من الدرجة الثانية. يجي واحد يقول لك أنا عندي سكر، مستحيل أجرب حاجة. أقول له يا عم روح تابع مع دكتورك وابعت له الأبحاث العلمية دي، قول له آدي أبحاث علمية مجربة على أشخاص عندهم نفس المشكلة الصحية، ومش بس مرض سكر، لا ده مشاكل قلب. فكل ده اصلا بسبب انماط صحيه وعادات غذائيه غلط انت عارفها ومش قادر تبطلها. احنا عندنا حل، وبنقول لك بكل بساطه منتج بتاخده في بدايه يومك الصبح اسمه يونيميد، ولا اروع طعم ممكن تذوقه في حياتك. تاخده على غيار ريق الصبح بميه سخنه او ميه بارده، بكل بساطه هتلاقيه بكل بساطه يديك نشاط، طاقه، روقان، هدوء اعصاب مع تركيز. شيء يعني سبحان الله، هدوء وتركيز مع بعض ونشاط وطاقه، وتلاقيك ما انتش محتاج تاكل، مش محتاج قهوه، مش محتاج منبهات، مش محتاج مشروبات طاقه، تمام، مش محتاج نسكافيه الصبح. فقط انت محتاج تشتغل، عندك طاقه عايز تعملها ومش عارف توديها على فين، هتعرف توديها على فين. ومش عايز تاكل، وده الاروع. وهو ده الاروع. انا قبل استخدام البرنامج فيل جريد كان مجرد ان انا اصحى من النوم الصبح وما افطرش خلال ساعه او ساعتين لازم اغيم، صداع، هبوط. لو ما اكلتش خلاص هياخدوني على المستشفى على لي جلوكوز. انا كان برمجه دماغي على كده. لكن مجرد ان استخدمت البرنامج، انا يا جماعه الخير لا اكتر من بعد الظهر، لا اكتر من الساعه 12 وواحدة و2 من بدايه يوم الصبح، انا مش عايز اكل، انا مش فاكر الاكل، وبقمه تركيزي ونشاطي. ده يا جماعه مش هزار، وما كانش عندي نهائي نهائي. انا كنت من الاشخاص اللي لما بتشرب مشروب، تمام، بشرب المشروب عليه 3 و4 معالق سكر. لك ان تتخيل في يومي وانا قاعد مكتبي، شغلي في المكتب، في يومي انا بشرب آه كام كيلو سكر. ده بس من المشروبات، ناهيك بقى على الحلويات و فاحنا بنتكلم عن حاجات عايشينها زيك. يعني احنا ما احناش جايين من كوكب الفضاء ونيجي نقول لك الحق انت ماشي غلط، لا احنا زيك بالظبط، تمام. بنجوع ونعطش وبنبوظ النظام الغذائي وبنرجع نظبطه وبنطلع زي اليويو، بنزيد في الوزن ونقل، عشنا كل ده. لكن لقينا حل جذري يقدر فعلا يحللنا كل المشاكل الصحية اللي احنا بنتكلم عليها، لسه كنا بنتكلم عليها. وتقليل حجم البطن اهو، مكملات الغذائية والعناصر الغذائية، تمام، وتقليل حجم البطين الايسر يمكن. ده في القلب ده في القلب. تأثير العلاج للمكملات وعوامل الخطر التي قد تحدث للأوعية القلبية لدى مريض السكر. فشوفوا تخيلوا كل دي أبحاث علمية، كل دي أبحاث علمية. التعرق وزيادة الشهية، مستوى الدهون. بصوا كمية أبحاث علمية حقيقي أنت هتستفيد منها صحيا لنفسك، صحيا لنفسك. زي ما شاء الله دلوقتي كنت شادية الله أكبر بتتكلم من قلبها، بتتكلم شوف أثره على الجلد، أثره على المعدة، أثره على التركيز والعقل، أثره على المفاصل، أثره على تقليل الدهون، البطن، صح. أثره على صحة القلب، أثره على السكر، أثره على الجلوكوز. يا جماعة يعني كمية أبحاث علمية بجد رهيبة. فأنا كل اللي أنا طالبه منك اتعب بس على نفسك شوية، وابعت للشخص اللي دعاك قول له اشرح لي عن برنامج فيل جريت وعرفني ايه هو. ابعت لي رابط ان انا اشتري حسب الدوله اللي انت موجود فيها. اشتري وجرب، جرب اللي احنا بنتكلم فيه، علشان فعلا تدوق طعم الراحه والنوم بهدوء بالليل والتركيز في شغلك وفي شغلك بالنهار. لان حقيقي مش هتقدر تفهم كل اللي احنا بنشرحه الا اذا كنت بالفعل بتتعب على نفسك وبتدور فعلا على الحقيقة وبتشوف الحاجة اللي تغير من حياتك جذريا. بشكرك جدا 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 كوتش شادية. شكرا. في أسئلة يمكن اتسألت.
قلنا السكر النوع الأول في تجارب صحية كويسة جدا عليه، احنا بنقول لكم عليه، وفي أبحاث علمية تقدروا تدخلوا تبصوا عليه. يونيسيتي مينا، الويب سايت ده من على جوجل، أي حد يقدر، يعني الضيف اللي موجود معانا في المحاضرة دلوقتي يقدر يدخل على جوجل يكتب يونيسيتي ساينس، يقدر يدخل يلاقي كل الأبحاث العلمية اللي أنا بقول لكم عليها. يعني أنت ما أنتش محتاج تكون شخص موجود ولا شغال معانا علشان تقدر تبقى أنت بتتكلم عن ده. مين تاني في أسئلة؟ آه أنا فعلا رجيم مية نهائي. الناس بتتكلم على الرجيم المية وأنواع الرجيمات اللي احنا اتكلمنا عليها. آه هل مقاومة الأنسولين تسبب الآلام في القولون وسوء الهضم؟ الله يسامحك، أنا 10 سنين قولون عصبي عايش بسببه، إمساك، تعب، خمول. التقلية بتاعت الملوخية مثلا أو الكشري الجميل بتاعنا في مصر، مجرد إن أشمهم أتعب 3 أيام. قولون بس. طبعا مقاومه الانسولين بتاثر على القولون، ومجرد ان بفضل الله اتخلصت من مقاومه الانسولين اصبح القولون بالنسبه لي تعبه قل جدا جدا جدا، ويكاد يكون بطل يكون موجود. بطل موضوع الامساكات اللي كانت موجوده عندي والالام والحاجات دي كلها، بسم الله ما شاء الله. عقبال الجميع، لان انا عارف مدى مشاكل الالم في القولون. 10 سنين الدكتور يقول لي حاجتين: خد مسكن، وكان اسمه ليبراكس، وابعد عن ابعد عن التوتر. انا عشت على دول، يعني البراكس دول كنت انا بمصه، يعني كان معايا في جيبي وانا رايح المشوار. دلوقتي بطل خلاص، بقى اللي في جيبي يونيميت وسليم، سلام عليكم، خلصنا. ف الكل بيأثر على المفاصل، تمام. تمام. فانا بشكركم جميعا، مش عايزين نطول عليكم. آه اي حد عنده سؤال ارجع للشخص اللي دعاك، اساله السؤال وهو هيوصله لنا، هنجاوب لكم عليه. واي حد دلوقتي يقدر يبعت للشخص اللي دعاه يقول له انا محتاج اجرب برنامج فيل جريت، ابعت لي رابط الخصم او ازاي اقدر اشتري البرنامج حسب الدوله اللي انا موجود فيها. الحقه، تمام، لاني من كتر الطلب عليه المنتجات بتخلص في الدول حقيقي. فاللي عايز يبدا يلحق يبدا ويبادر، ويلحق برضو الخصومات المتاحه. بشكركم جميعا، شكرا جدا كنت شاديه، جزاك الله الف خير. شكرا. حقيقة أفدتيني بشكل كبير جدا، وأفدت أكيد الجميع، ما شاء الله الناس الرائعة اللي موجودة معانا. وبشكر الجميع ونقول لكم ارجعوا للشخص اللي دعاكم، هيقدر يساعدكم ازاي تقدروا توصلوا للبرنامج وتبتدوا معانا حياة صحية نشيطة رائعة بإذن الله. بشكركم جميعا، ونقول سلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.